فيلمنا بيبدأ سنة 1974. العيلة عندهم طفلين. طفل منهم كان هادي جدا، والطفل التاني كان شقي ودايما بيتخانق مع أهله لدرجة إنهم بيربطوه في الكرسي بوحشية علشان يأكلوه بالعافية. وبعد ما بيعدي 30 سنة بنشوف مجموعة من الصحاب راكبين عربية ومسافرين رايحين العاصمة عشان يحضروا ماتش، بيكون سايق العربية نجم، واللي بيدخل عن طريق مختصر عن الطريق العادي على أساس إنه بيختصر الوقت، لكن بيتفاجئوا إن الطريق اللي دخلوا منه مسدود. ولما بيحاولوا يمشوا ورا الجي بي إس يدخلوا طرق جوه الغابة لحد ما بتعطل بيهم العربية، فبيقرروا إن هم يخيموا في مكانهم لحد الصبح. وبيبين إن نيك مش بيحب واحد معاهم اسمه وايد، وده لأن وايد وأخت نيك توأم كارل بيكونوا مرتبطين وبيفضلوا دايما يتخانقوا مع بعض. وبعد شوية بتظهر ريحة وحشة ومش بيكونوا عارفين مصدرها إيه، وبيشوفوا عربية قربت عليهم وبتقف لما بتشوفهم. فبينده وايد على السواق بيقول له نقفل الكشاف، لكن ما بيلاقيش أي رد منه، فبيقرر وايد إنه يرمي كشاف العربية بطوبة فبيكسره. بتتحرك العربية لورا وبتمشي تاني. بيصحى نيك وبيصحى المجموعة عشان يبدأوا يصلحوا العربية لأنها عطلت بيهم امبارح، وبتكون كارل صاحبتها بيجي في الغابة وبيمشوا تاني. الريحة وحشة جينا بتاعت امبارح، فبتقرر كارلي انها تعرف مصدر الريحة دي جاية منين، فبتمشي وراها لحد ما توصل لمقبرة حيوانات جماعية، وبتشوف ايد بشرية طالعة من وسطهم. ولما بتحاول تقرب اكتر من المقبرة تقع فيها ومش بتكون عارفة تطلع بنفسها، وبتقعد تصوت لحد ما بيسمعوها الشباب وبيجوا يخرجوها. شوية بتيجي عربية لمكان المقبرة وما بتكونش نفس العربية بتاعت امبارح، وده لأنه عربية امبارح كان كشافها مكسور. وبينزل منها واحد وبيرمي غزالة في المقبرة الجماعية بتاعت الحيوانات لما بيقولوا له الشباب على الإيد البشرية، فبينزل ويشدها ويقول لهم إن هي إيد مانيكان مش إيد بشرية بجد. وبيسألوا وايد لو يعرف قريب مكان تصليح العربية، بيقول له إن أقرب مكان مش هيكون على مسافة قريبة من هنا، وبيعرض عليهم إنه يجي معاه يوصلهم لحد هناك. فبيقول لأصحابه يسافروا هما يحضروا الماتش وهو هيروح يجيب قطع غيار العربية وهم راجعين يبقوا يعدوا عليه. وساعتها بتقرر كارلي إن هي تفضل معاه عشان ما يكونش لوحده. بيركبوا العربية مع الشاب ده وبيوديهم لمدينة بيبان إن هي فاضية وما فيهاش أي محلات مفتوحة، وبيشوفوا هناك متحف للشمع وجنبه كنيسة، فبيقرروا يروحوا للكنيسة عشان يسألوا عن محل قطع الغيار اللي عاوزينه. ولما بيدخلوا الكنيسة بيلاقوا إن في جنازة شغالة، فبيستنوا بره لغاية لما تخلص. فبيطلع ليهم واحد يسألهم هل هم عاوزين إيه، فبيقولوا إنه اسمه بوب. فبيقول له وايد إن هم عاوزين محل قطع غيار العربيات عشان هو محتاج قطع العربية بتاعته. فبيقول له بوب يستنوا على ما يجي بعد الجنازة ويقول لهم لو حسوا بالملل ممكن يدخلوا متحف الشمع لحد ما بيجي. وبيروح وايد وكارل للمتحف، واللي بيكون كل حاجة فيه معمولة من الشمع حتى جدرانه. ولما بيدخلوا جوه بيشوفوا تماثيل الشمع واللي هي شبه الحقيقة بالظبط. بتقرا كارل جوه عن واحدة اسمها ترودي، واللي بتعلن عن افتتاح متحف الشمع الخاص بيها اللي اكتسب شهرة كبيرة جدا. وفي نفس الخبر مكتوب ان ترودي مستنية مولودها الجديد. وبيلاحظ وايد ان كل تماثيل الشمع مكتوب عليها اسم فينسيت. وبعد شوية بينده وايد على كارلا لما بيدخل الأوضة فيها السفرة وبيشوف كرسيين أطفال منهم واحد مكتوب عليه فينسيت، فبيفهموا إن فينسيت هو المولود اللي كان ترودي مستنياه. ويبان إن في حد بيبص عليهم من الشباك. ولما بتبص عليه كارلي بيختفي، فبتخاف كارلي وبتخلي وايد يطلع بره يلف حوالين المكان يشوف لو في حد بيراقبهم. لما بيخرج وايد وبيبص حواليه ما بيلاقيش اي حاجه، فبيخرج من المبنى. بعد ما بيخرج وايد من المتحف بيكون وراه كارلي، فبتلاقي تمثال وشه مش كامل، فبتخاف منه كارلي وبتزقه فبيتكسر. وبتجري كارلي بره المتحف وبتطلب من وايد ان هما يمشوا من المتحف ده ويروحوا للورشة يستنوا بوب هناك. ولما بيروحوا بيدوروا على قطعة الغيار اللي ناقصاهم، فبيتفاجئوا ببوب واقف وبيسألهم لو كانوا ناويين يسرقوا الورشة. فبيقول له وايد ان ساب له فلوس الحاجة على المكتب، وان قطعة الغيار طلع مقاسها اكبر من اللي هو محتاجها بس هو مضطر ياخدها. فبيقول له المقاس اللي هو محتاجه موجود عنده جوه في المخزن. فبياخدهم بوب معاه لبيته وهم في الطريق بتسأله كارل عن اللي شافوه في المتحف. فبيقول لهم بوب إن المتحف ده ليه قصة غريبة جدا، إن صاحبته كانت عايشة مع جوزها ومعاها طفلين وكانت حياتهم سعيدة جدا لحد ما اتصابت رودي بورم في المخ وماتت. فبيقتل بعدها جوزها نفسه، وبيفضل الطفلين اليتامى ينتقلوا من دار أيتام لدار أيتام تاني. وبيوصلوا لبيته وبيقول بوب لكارل إن هي تستناهم بره لحد ما يجيبوا قطعة الغيار اللي ناقصة.
من جوه ويطلعوا. بيكون وايد هيدخل الحمام، لكن وهو معدي بيشوف أوضة مليانة أدوات جراحية، وفي نفس الوقت بتلاحظ كارل إن العربية بتاعت بوب كشافها مكسور، فبتعرف إن هي نفس العربية اللي أخوها نيك كسر كشافها امبارح. بتشغل الكلاكس بتاع العربية عشان تنده للويد، وليه لما بيسمع صوت العربية وبيحاول يخرج بيظهر شخص في الضلمة وبيدي لويد بالمقص من ورا. بيكون المكان كله ضلمة ولويد مش بيكون شايف مين اللي طعنه. بتفضل الطعنات تجيله من كل مكان لحد ما بيموت. ولما بيتأخر لويد على كارلي بتتصل بصاحبتها بيجي، لكن مش بترد عليها. بعدها بيطلع من البيت، ولما بتسأله كارلي على وايد بيقول لها ممكن يكون لسه في الحمام. فبتخاف كارلي من بوب وبتدخل العربية وبتقفل على نفسها. بيقول لها بوب تفتح له ولا يتصل بالشرطة، لكن كارل بتقول إن هي مش هتفتح غير لما يجي وايد الأول، وده بيخلي بوب يتعصب وبيكسر ازاز العربية ويهجم عليها. فبتشغل كارل العربية وبتحاول تهرب بيها، لكن العربية بتتعلق على حافة التل. فبتخرج كارل من العربية بسرعة وبتجري في الشارع من بوب. وقتها بتشوف إنه وايد لسه عايش وفي حد تاني بيسحبه لمعمل الشمع، وده بيكون فينسنت أخو بوب ولاد ترودي. وبيبدأ فينسنت بيعمل من وايد تمثال من الشمع وهو حي. وقتها بتكون كارلي وصلت الكنيسة عشان تطلب المساعدة من أي حد هناك، وبيكون لسه الناس اللي موجودين من وقت الجنازة زي ما هم، لكنها بتتفاجئ لما بتعرف إن الناس دي كلها عبارة عن تماثيل شمع مش ناس حقيقية. فبتجري كارلي بره الكنيسة، لكن بوب يستمر إنه يطاردها لحد ما بيمسكها. وقتها بيكون أخوها نيك وصاحبه دالتون وصل المدينة بعد ما اتفقوا مع كارلي إنهم هيجيلهم تاني، وبتكون المدينة كلها فاضية. فبيقسموا نفسهم لفريقين عشان يدوروا في الشوارع. وبيكون بوب ماسك سكينة لكارلي وبيهددها ما تصرخش وإلا هيقتلها، وبيلزق بقها بالشمع عشان يتأكد إن هي اللي مش تتكلم ولا هتطلع أي صوت. وبيطلع بوب يقابل نيك وبيسأله عن اللي جابه هنا. فبيقول له نيك إنه جاي يدور على أخته وصاحبه. فبيقول له بوب يروح لمتحف الشمع، هناك هيلاقي أخوه فينسنت ممكن يكون شافهم. وقتها بتكون قدرت كارلي إن هي تفك بقها من الشمع وبتصرخ لنيك عشان يجي ينقذها. وبيكون بوب هيضرب نيك، لكن نيك بيتفادى ضربته وبيضربه بوب ويدخل جوه محل إزازة وبيقفل على نفسه. وبيكون دالتون وصل لمتحف الشمع وقتها، ولما بيدخل بيلاقي وايد بقى تمثال من الشمع وكمان حي لأنه شاف عينيه. ولما بيحاول يفك الشمع من عليه بيطلع من الجلد بتاعه مش بيكون قادر وايد إن هو يتكلم لأنه متجبس بالشمع. وبيجي فينسنت وبيهجم وبيبدأوا يضربوا في بعض، لكن فينسنت بيقدر نفصل رقبة دالتون وبياخدوا المتحف الشمع. وبعد ما بيوصل نيك لأخته كارلي بيبدأ بيفكر ازاي هتصرفوا. فبتقول له كارلي إن المدينة كلها معمولة من الشمع، لكن بتفكر كارلي إن في حد حاول يبص عليهم من الشباك قبل كده. فلما بتروح للمكان ده بيكتشفوا إن ده كمان تمثال من الشمع، لكن مثبت عليه ماكينة بتخليه يفتح ستارة ويقفلها تاني. وبيلاقي نيك وكارلي محل أسلحة، فبيكسروا الإزاز بتاعه وبياخدوا منه نيك سلاح. وبيجي بوبو بيضرب عليهم نار من بندقيته، لكن كارل ونيك بيجروا منه لحد ما بيدخلوا السينما، واللي بيكون كل اللي فيها عبارة عن تماثيل من الشمع. وبيفهموا إن هما في الأصل كانوا سكان المدينة، لكن فينسنت خلص عليهم وحولهم لتماثيل من الشمع. بيدخل بوب السينما وبتكون كارلي عاملة نفسها تمثال وسط التماثيل، لكن بوب بيقدر إنه يحدد مكانها وبيضرب عليها النار، لكنها بتتحرك في آخر لحظة. وبيجي نيك من ورا وبيضرب بالسلاح اللي معاه. فبيخرجوا من السينما هما الاتنين. لما بيخرج وراهم بوب بيضربوا نيك بالسلاح تاني. فبيقع بوب وبيروح نيك وكارلي بعدها لبيت بوب علشان يدوروا على وايد ودالتون. وبتدخل كارلي عربية بوب علشان تدور على موبايلها، لكن مش بتلاقيه. ولما بيدخلوا للبيت فبتقرا كارلي أخبار عن أصعب عملية فصل طاقم في التاريخ، واللي واحد فيهم بيكون مشوه. وهنا بيفهموا إن فينسنت هو الشخص اللي اتشوه، وعلشان كده لابس قناع على طول. وبيكون بوب هو الشخص السليم. بعد شوية بيكون بوب رجع للبيت علشان يعالج نفسه ويطلع السهمين اللي ضربوا بيهم نيك وفيجي. فبيجي فينسنت بعدها وبيكون جايب معاه جثتين العربية. وقتها بيكون نيك وكارلي ماشيين في ممرات البيت لحد ما بتقابلهم كابين كهرباء. ولما بيحاولوا يشغلوها بتشتغل أنوار المدينة كلها وبتطفي. وهنا بيعرفوا فينسنت وبوب مكان كارل ونيك، لأن هم عارفين مكان ماكينة الكهرباء. وبيفضل كارل ونيك ماشيين لحد ما بيوصلوا لمعمل الشمع وبيشوفوا وايد متجبس بالشمع كله. ولما بيحاولوا يفكوه بتتكسر رقبته وبيكون خلاص مات. وبيفاجئهم فينسنت من وراهم بيهجم عليهم، لكن نيك بيقدر يضربه وبيوقع مية الشمع واللي بتخلي النار تولع في المتحف كله.
وبيفضل نيك وكارلي يجروا من ممرات البيت لحد ما بيوصلوا للمتحف، وبيتفاجئوا إن بوب مستنيين، فبيهجم عليه نيك وبيصيبه في رجله. كارلي بتقدر إن هي تضربه وتموته، والنار بدأت تسيح كل حاجة في المتحف. فبيدخل فينسنت المتحف ويجري ورا كارلي، ومش بيكون نيك قادر إنه ينقذها بسبب إصابة رجله، لكن بيجي على نفسه وبيستحمل وبيجري ورا فينسنت وبيمسكه علشان ينقذ أخته. لما بيحاول فينسنت إنه يقتل نيك، بتيجي كارلي من وراه وبتقتله وبتزق على أخوه بوب، وبعد شوية بتكون النار أكلت كل حاجة في المتحف اللي معمول كله من الشمع. تاني يوم بتيجي الشرطة والإسعاف وبيسألوهم إزاي ما قدروش يكشفوا كل جرائم القتل اللي حصلت في المدينة. فبيقول لها الشرطي إن المدينة بعيدة جدا ومفيش أي مركز شرطة قريب، ولولا النار والدخان الكتير اللي ولعوا في المتحف ما كانوش هيقدروا يعرفوا ولا يجوا لحد هنا. ويكون نيك كارل هم الوحيدين اللي قدروا يخرجوا أحياء من المدينة من غير ما يتحولوا لتماثيل شمع. وبيخلص الفيلم هنا. ما تنسوش لايك ومتابعة على الفيديو والاشتراك في القناة.